هو انا ابني كده طبيعي؟ ابني متاخر قوي في الكلام، كل الاطفال في سنه اتكلموا وهو لسه ما اتكلمش. ده ما بيقولش كلمتين على بعض. استنى ولا اوديه تخاطب؟ كل ام سالت نفسها السؤال ده في لحظه خوف على ولادها. تعالي بقى اقولك بوضوح امتى تقلقي وامتى بس تبقي محتاجه تطمني. لو ابنك عدى سنتين ولسه مش بيقول كلمات واضحه، او مش بيقلد الاصوات اللي انتي بتقوليها، ولو عنده 3 سنين ولسه كلامه مش مفهوم غير ليكي، او بيتكلم بكلمة واحدة زي اشرب بدل انا عاوز اشرب، هنا لازم يكون في تقييم، لان السن دوت الطفل المفروض يكون بيقول جمل بسيطة. كمان لو بتنادي عليه ومش بيرد عليكي، او لما تتكلمي معاه مش بيبصلك، او لو مش بينفذ الاوامر البسيطة زي هات الكورة، اقعد هنا، فده معناه ان المشكلة مش مشكلة تأخر كلام بس، هنا في مشكلة في التواصل محتاجة دعم. وفي أطفال بتتكلم بس عندهم مشكلة في نطق الحروف، ساعات المشكلة دي بتفضل معاهم بعد سن ال4 سنين، وساعتها الجلسات بتفرق جدا فيها إن شاء الله. بس خدي بالك يا ماما، جلسات التخاطب مش معناها خالص إن في مشكلة كبيرة ولا حاجة. جلسات التخاطب بتساعد ابنك يتكلم بطريقة أحسن وبشكل أحسن، ويعبر عن نفسه بثقة، ويفرح لما الناس تفهمه. وكل ما بدأنا بدري كل ما النتائج بتكون أوضح وأسرع. فلو حسيتي إن في حاجة من اللي قلتها بتنطبق على ابنك، ما تخافيش، خدي خطوة واطمني. واستني الفيديو الجاي هقولك هنعمل ايه أول ما نروح جلسة التخاطب، وازاي تشتغلي معاه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة.